بسم الله الرحمن الرحيم. انا ذاكرت، عايز احل الواجب، لسه ما دخلش على امتحان الحصه، انا عايز احل الواجب. ممكن اكون مذاكر كويس واغلط؟ هل ده ممكن يحصل؟ ممكن يحصل. ممكن تبقى مذاكر كويس جدا ومع ذلك تغلط جامد جدا. ليه؟ تعال ناخد مثال برضو وانا بحل الواجب. انا بسم الله الرحمن الرحيم فتحت مثلا الواجب بتاعي، فتحت المجموعه الاولى على سبيل المثال، حلو جدا، وبحل الاسئله. السؤال الثاني بيقول لي مثلا حدد الصيغه الصحيحه عند حذف حرف الباء من الجمله الاتيه. لما حضرتك تيجي تحل لازم تبقى فاهم محورين مهمين جدا. المحور الاول، لازم لما تيجي تقرا الجمله وتقرا السؤال تفهم هو الراجل عايز منك ايه. يعني ايه عايز مني ايه؟ عايزني اجاوب. ما انا عارف يا لمض ان هو عايزك تجاوب. عايز منك ايه؟ يعني فين فكره السؤال؟ يعني لازم قبل ما تحل تسال نفسك هو الراجل هنا بيسالني في ايه؟ بيسالني في القاف سائل الاستاذ قايلها لنا ان الجمله دي مقلوبه؟ بيسالني في فكره حرف الجر الزائد؟ بيسالني في انهي حته؟ عشان بس ابقى انا مصحصح له. طب انا اعرفها منين؟ الراجل بيقول لي ليس اخوك بذي حقد عليك. ده خبر ليس، بس كده خلاص. انا كده الفكره معايا، فانا فاهم هو بيسالني في ايه. لكن معظم الطلبه وهو بتحل هي مش فاهمه هو بيسالها في ايه. هو بيسال في كنا واخواتها فانا بحل كنا واخواتها، بيسال في ان واخواتها فانا بحل ان واخواتها، بيسال في الجمله الاسميه فانا بحل المبتدا والخبر. لا يا قلبي، انا ما بحلش كده. دي طريقه ام حماده. عارف حماده وبيستخدم طريقه مامي؟ ده اكيد انت قلبوس وعارف. فانا ما بحلش بالطريقه دي، والا ما تنتظرش من نفسك تبقى مبهر وجامد جدا وانت بتحل الطريقه غلط. حتى لو بتذاكر، حتى لو بتبذل مجهود. تمام، ممتاز. يبقى رقم واحد وانا بحل لازم اسال نفسي فين فكره السؤال؟ فين فكره السؤال؟ فين فكره السؤال؟ ده رقم واحد. واساله لنفسي واجاوب هو الراجل بيسالني في انهي حته في الدرس. فانت لو مقسم الدرس فعلا عامل له ملخص بجد، ومقسم الدرس بتاعك لاجزاء، على سبيل المثال المدرسه الكلاسيكيه انا مقسمها لاجزاء، مقسمها للتلاميذ، تلاميذ البارودي، العوامل، المظاهر احمد شوقي، العوامل بتاعته المظاهر احمد محرم. ادي المدرسه الكلاسيكيه بالتلخيص بتاعها بس. فانا عارف ان العوامل 4 نقاط، انا عارف ان السمات معذره او المظاهر انا حاططها في 6 نقاط، انا عارف احمد شوقي منقسم لمظاهر ايه وعوامل ايه الى اخره بس. تمام. فوانا بجاوب او انا بقرا السؤال وبجاوب عليه لازم اسال نفسي هو الراجل بيسالني في انهي حته؟ هل بيسالني في حته معينه ولا بيسالني في سمات المدرسه كلها اللي تشمل كل حاجه جوه المدرسه؟ هل بيسالني في ايه هنا في النحو؟ في انهي جزئيه في الدرس؟ تمام. يبقى رقم واحد لازم افهم فين فكره السؤال. رقم 2، بعض الطلبه وهي بتحل بطريقه خطا جدا، حاجه اسمها طريقه الاستبعاد. يجي يقول لك اصل انا استبعدت، قال طريقه الاستبعاد وقال ايه يا ابني انت حليت كده ليه؟ يقول لك اصل انا استبعدتها يا استاذنا، اصل انا استبعدت الاجابه دي والاجابه دي والاجابه دي وهي دي اللي اتبقت. طب يا ابني انت استبعدت الاجابه دي ليه؟ يقول لك ما اعرفش. طب استبعدت الاجابه دي ليه؟ يقول لك وانا ايش عرفني؟ يقول لك طب استبعدت الاجابه دي ليه؟ يقول لك اصل انا حسيت. هي مين دي اللي حسيت بيها يا قلبي؟ مين دي اللي حسيت بيها؟ او انه هو بيختار الاجابه يفضل يقول لك هو احنا ليه ما اخترناش الف؟ ليه ما اخترناش باء؟ ليه ما اخترناش جيم؟ ليه ما اخترناش واو؟ ليه ما اخترناش هاء؟ يا استاذنا اصلا ما فيش هاء وواو في الاختيارات، ما كانوا لو موجودين كان قال لك ليه ما اخترناهمش. صحيح، احنا ليه ما اخترناهمش؟ تعالى يا سيدنا، عندنا قاعده جميله بتقول البينه على من ادعى. بمعنى قاعده حلوه جدا لو نفذتها في اي سؤال بتحله في اي ماده هتلاقي نفسك نسبه الخطا عندك قلت بنسبه كبيره جدا. ليه؟ او ايه هي الطريقه اصلا؟ طريقه كل الاجابات غلط ما لم يثبت العكس. يعني الراجل لما يقول لك حل السؤال ده قول له من عينيا. فين فكره السؤال؟ فهمتها؟ فين الاجابه الصح؟ قول له لا استنى، الاجابه الف غلط والباء غلط وجيم غلط وده الغلط. امال مين اللي صح؟ افهم، كل الاجابات غلط ما لم يثبت العكس. لازم لما تختار اجابه اختار الاجابه اللي انت عايزها. عايز تقول الاجابه الف انت حر، ما عنديش مشكله، بس لازم تقول الاجابه الف ليه؟ ليه اخترت الف؟ عايز تقول الاجابه جيم؟ ما عنديش مشكله، قول الاجابه جيم، بس لازم تقول ليه الاجابه جيم. هتكتشف ان انت احيانا مش عارف تبرر، مش عارف تقول انا مش عارف ليه اخترتها جيم. اعرف على طول ان انت ما نفذتش، ان انت فهمت فين فكره السؤال. ما انا مش قادر افهم فكره السؤال، اذا يبقى انت عندك مشكله في طريقه المذاكره اللي احنا اتكلمنا عليها في البدايه، لان كلهم مسمعين في بعض. بعض الطلبه فاكره بمبدا حل كتير، على فكره ده مبدا خاطئ. ايه حل كتير دي؟ وبعد ما احل كتير، ما انا لما احل كتير الحل بيبقى مفيد
على حسب انت هتعمل ايه لما تحل. لكن الحل الكتير في المطلق العام هو دايما مفيد؟ لا، مش دايما مفيد. مش دايما مفيد، بالعكس ده ممكن يبقى مضر نفسيا لحضرتك، ان حضرتك عمال تغلط عمال تغلط عمال تغلط، فتفتكر ان مفيش امل، فتقول خلاص بقى ما اناش حلل تاني، سيب بقى المذاكره بتاعت العربي ده ماده سعران، قال سعرانها قال، وما بيتلمش، قال ما بيتلمش قال. خلاص يا سيدنا اتفقنا. فبناء عليه وانا بحل بشتغل باتجاهين، الاتجاه الاول قراءه السؤال افهمه، ثم اسال نفسك فين فكرته فين فكرته فين فكرته. حلو. الخطوه اللي بعد كده اسال نفسك فين الاجابه الصح. لا، مفيش حاجه اسمها انا حاسس، في حاجه اسمها الاجابات كلها غلط ما لم يثبت العكس. عايز تقول اجابه الف قول، بس برر ليه الاجابه الف. ما تجيش تقول اصل انا حسيت، اصل هي لايقه، اصل هي جت معايا، انا مش عارف يا يمين دي اللي جت معاك، ماشي مش عارف. فالطريقه دي يا سيدنا ابوس دماغ حضرتك ما تستخدمهاش. استخدمتها از يو لايك، انت حر، بس ما تجيش تعيط، ما تجيش تشتكي، ما تجيش تقول انا بغلط ليه، ما تجيش. تمام يا سيدنا؟ تمام. دي الطريقه الثانيه اللي المفروض حضرتك تعملها علشان تبقى طالب ثانويه شاطر، عشان تبقى طالب ثانويه عامه متميز، عشان حضرتك لما تيجي تحل تلاقي في اثر في الحل بيظهر وقت الحل. تمام؟ عشان ما تبقاش بتبذل مجهود وفي نفس الوقت انت ما بتلاقيش الاثر بتاعه. طريقه المذاكره لازم تكون بنفس الطريقه اللي قلناها. بتذاكر امتى الساعه كام مش بتاعتي، المهم نفس الطريقه. رقم 2، طريقه الحل لازم تكون بنفس الطريقه اللي اتفقنا عليها دي، قايمه على المحورين دول لانهم اهم محورين.